رأي وقرار لأي زعيم من زعامات الإطار على أقل تقدير اللي هم قبال دولة القانون أكو نية لكسر السيد المالكي أو لإضعاف دولة القانون. ليش يتآمرون على الرجل؟ لا كل خدمتكم. بس قولي لي ليش يتآمرون على الرجل إذا ماكو نية؟ احنا ما متآمر بس على كيف شيء. أستاذ وائل يقول أنش علي. أخو رأيه ونحترمه. فلذلك أنا تبين رؤية هل هناك مؤامرة، أكو كسر، أكو إضعاف، أكو نية، أكو قرار. هذا بتقديري الشخصي ما موجود كل زعامات الإطار التنسيقي. لكن خليني شوي نتحدث وخلي يتعمل أستاذ وائل بصراحة. أنا أشوف اللي أضعف موقف دولة القانون وأضعف موقف السيد المالك الحاج أبو إسراء هم أنفسهم دولة القانون والسيد المالكي. شلون؟ يتحدث السيد الوالي عن قضية أنه أكو جزئية تختلف عن مسألة تصويت رئيس البرلمان أو عن رئيس الجمهورية. اللي أعرفه أنا ولعل الأخوين شو يساعدون بهذا الموضوع، اللي أعتقده أنه هناك قرار يؤخذ داخل الإطار التنسيقي، والقرار أخذ بأن مرشح رئاسة البرلمان هو السيد هيبة الحلبوسي، وبالتالي أجمعت قوى الإطار وزعامات الإطار بأن هذا مرشحنا ونمضي بالتصويت إليه. وبالتالي ذهبنا سوية كإطار. اللي يتخلف هم الأخوة في دولة القانون وسار بمركب وبمسار بعيد عن الإطار.